ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الطفل العبقري والمعجزة الإلهية. مرحبا فيكم بحلقة خاصة رح آخذكم برحلة مع قصة استثنائية، قصة الطفل السوري المعجزة ساري عزام. ساري من عمر السنتين وما حد علمه، صار يقرأ القرآن بطلاقة وبتجويد ما بيتصدق، هبة من رب العالمين. ومو بس هيك، بل بحل معادلات رياضية أعقد من اللي بدرسوها بطلبة الجامعات وكلها بثواني معدودة. وكمان بيحكي وبيكتب كل لغات العالم، حتى لغات العصور القدامى والوسطى والقارات الصغيرة، وبيفك شفرات التاريخ والآثار وكأنه عالم آثار وكيميائي وفيزيائي وبرمجي موسيقي بنفس الوقت. رغم هالإبداع الخارق مر بمحاولات خطف وخطر على حياته من قبل أسماء الأسد مباشر، وما نال الدعم الكافي لحتى يكمل رحلته واستثمار عقله بمكان يليق قدراته. ولسه في مفاجآت كتيرة رح تصدمكن حرفيا. خليكم معنا لتكتشفوا أدق التفاصيل وتتعرفوا على معجزة الله على الأرض والإنشتاين السوري ساري عزام. تابعوا التفاصيل. متابعين همسات وطن، أول شغلة قولوا ما شاء الله ودقوا على الخشب. أنا اليوم صدقا متواجد عند إينشتاين، هالطفل السوري الصغير، 5 عقول بعقل طفل، مثل ما عم بحكيكم بالحرف، ورح تنصدموا بتفاصيل الحلقة. ولكن النقطة الوحيدة إني ضوي عليها إنه ساري لحد هلأ ما حصل على دعم، فتابعوا معي تفاصيل الحلقة. صباح الخير. وهجو آسف، gomenasai أنا أعتذر. sumimasen. كيف الحال؟ Okengi desu ka? ما اسمك؟ Onamai wa هل تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية؟ Igo ka hanashimasu ka? سوريا، Syria, ليبيا، Libya, إمارات. Agushkukurin po. تصبح على خير. Oyasuminasai. السلام عليكم، يعطيك العافية. الله يعافيك. بداية وعليكم السلام. عرفينا عن حالك. أنا اسمي عبير عيسى، والدة الطفل ساري عزام. ساري فيك تقول طفل بس مو مثل باقي الأطفال، يعني ما شاء الله طفل موهوب عبقري. يعني نحن أهله بنشوفه شو عم يعمل قدامنا، ما بنصدق عيوننا الشيء اللي عم نشوفه، ما شاء الله. أول نقطة شو هي؟ أول نقطة، لا نحن لاحظنا إنه بعمر 2.5 ما شاء الله سبحان الله، يعني ما كان يعرف ألف باء تاء الحروف، يعني 2.5 طفل. ففتح كتاب القرآن الكريم وقرأ بتجويد وبطلاقة، سبحان الله تحس شي شيخ عم يقرأ. فقرأ، نحن من صدمتنا انذهلنا. فهو صار لنتأكد من الشيء اللي عم نشوفه صرنا نقول له قلب على الصفحة اللي بعدها، على الصفحة اللي بعدها، صار يقرأ. بداية كانت من القرآن من الكريم. القرآن الكريم، هيك ما بدايته شاء الله. كانت. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. النقطة الثانية، ضلوا هيك تقريبا شي 3 شهور 4 شهور. فكان اي سوره تطلبه منه بالقران الكريم كان يطلعها بثواني. فهون يعني حسينا في معجزه عم بتصير قدامنا، انه طفل 2.5 وعم تقرا بدون تعليم. بعد 3 شهور تقريبا صار يكتب كمان بدون، يعني مسك ما قلم. علمتوا ما لا، لا، دخل لا، لا. روضة ولا شيء؟ ولا شيء تمام. لوحده. انا عم اقول لك الطفل كان عمره 2.8 شهور، صار يكتب عربي وانجليزي، يعني صار يقرا كمان اللغه الانجليزيه بدون اي تعليم، 3-4 لغات معها تلقائيا بدون اي شيء. هيك بلش. هي البدايات، انه هون عرفنا انه الولد يعني في شيء ما طبيعي عم بيصير معنا. ساري اول مره قرا قران ضلينا 3 ايام ما نقدر ننام، يعني صدمة يعني. بعدين بلش باللغات على 4 سنين رياضيات، يعني أنا عم بحكي هلأ مختصر لأنه بدي فوت كتير، رح يكون حديث كتير مطول. بعد اللغات صار لي صيني هندي يكتب فيهم، ويحدد لك مثلا الياباني كذا نوع، مثلا يقول لك هذا نوع هيك، الياباني كأنه كذا نوع، هو كاملي وما بعرف في لغات أنا ما بعرف شو هي، غريبة عجيبة يعني. لحظة، اليوم عم نحكي عن طفل كان عمره 4 سنين. هون كان 4 سنين، دخل بعدة لغات، بدها دراسة لسنوات. طبعا. تمام. طيب لنكون شوي دقيقين أكثر، عم تحكي عن قدرات ما شاء قدرات الله. ما شاء الله خارقة، يعني بالنسبة لواد عمره 4 سنين و2.5 3 سنين، عم بحكيها على العمر هلا. بعد ال4 سنين على عمر 4 سنين بلش يعطي حلول لمعادلة اسمها معادلة
زيتا بظن هيك اسمها، معادلة باسيل. هي معادلة العلماء يعني ما شاء الله صار يعطي لها حلول، هي حلول لا متناهية، صار يعطي لها الحلول. هذا الحكي على 4 سنين. والرياضيات صار جمع وطرح وكل شيء، يعني عمليات رياضية عم نحكي هيك لحاله بدون أي تعليم نهائيا. هون صار يعني بلش مصدر تعليمه يكون الانترنت، موبايل بسيط يفتح جوجل على يوتيوب، بس لا مدرسة نهائيا ولا أي أستاذ ولا نحن حتى بالبيت، بالعكس هو يعلمنا. صار هو يعني نحن نعرف إنه نحن الشغلات ما بنعرفها، بنسمع هيك ندور ورا على الانترنت. هي كان صغير نكتب هاللغة، نفوت ندور شو اسمها هاللغة، من وين هاللغة. ما أنا هلا مثل اللغة التاميلية أنا ما بعرف شو هي اللغة. اللغة مالايالامية، شو بعرفني شو هي اللغة؟ ها هو هي ها هي ها لا لو لي لا لا. ساري شو هدول الحروف اللي كتبهم؟ لاتينية one supplement Latin extended A باي جاما دان هاو واو دان هس كتير يعني رجع للقديم، صار كتب بالهيروغليفي، بالمسماري، بالاوغاريتي، يعني هي اللغات القديمة كتير. عم تحكي عن اينشتاين صغير ما شاء الله، الصلاة على النبي، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بعد هالمرحلة هلا صار يدور بين هالامور. في عندك كمان الكيمياء النووية، كتير اهتم فيها بالذرة وبعلوم الذرة، يعطي معادلات. منهاج صف التاسع البكالوريا لوحده كمان نفس الشيء، يعني اهتم فيهم فترة. ما لقى حدا يكفي معه. موسيقى كمان بتحول لموسيقى، عنده ما شاء الله ذاكرة سمعية وبصرية، يعني بتحط له معزوفة بيرجع بيعزف لك اياها، يعني متعدد مواهب. يلا ساري رح سمعك هاي غنية رح تكون صعبة شوي، اعزف لي اياها. ايه يلا ركز. عند أرسل يلا اسمع. انتم بهاللقطه بهالعمر هلا نحن حاولنا نطلع ساري، نوصل القصه عن طريق مثلا الاعلام. طلعنا عن طريق الاعلام نحكي نطلب دعم لهالولد من الناحيه الاكاديميه والتعليميه، لانه نحن وصلنا لمراحل ما تفهمنا عليه. كان عملنا له شويه اختبارات، بس نحن هون وقفنا ستوب لانه الولد صار يتعرض للاستغلال. خبرتيني من خلف الكاميرا تعرض للخطر. طبعا حياته تعرضت للخطر بزمن نظام البائد، مكتب اسماء الاسد. مكتب اسماء الاسد. ايه، وكانوا يحكوا باسم الحزب وباسم مكتب اسماء الاسد. السبب؟ انه نحن ما رضينا نسلمهم الولد. ليش؟ شو صار؟ بكذا طريقه، نحن اجانا اتصالات، مكالمات. والد الطفل اعتقل مرتين، تعرض للاهانه، للضرب، يعني قصص كثير صعبه. انا كثير بتألم يعني هن اخذوه طلبوا مننا انه ياخذوا الولد مقابل انه نحن ننساه، انه مقابل مبلغ مالي، انه خذوه مقابل انه تاخذوا، يعني حتى في شخص معين حكى انه تاخذوا اعتبروني الفانوس السحري، خذوا قد ما بدكم ملايين دولارات بس الولد بتنسوا. بجوز كان في اعلاميين يوصلوا لحدا وحدا يوصل، عرفت شلون؟ تمام. فوصلت القصه هي لهم وصار في خطر على حياه الولد. تعرضنا للتهديد بالخطر. قالوا لكم بشكل مباشر بدنا الولد مقابل مبلغ مادي وتنسوا الولد. تنسوا الولد. هلا انه بجوز ما انه يقدروا يعملوا شيء مباشر، انه مثلا يسحبوه مننا غصبا عنا، انه كان الولد مسلط عليه الضوء، وكانت يعني اعلام مثل وكالة رويترز حكت عنه، فرح تصير قصه كبيره كانت انه بتطلع العربيه وعلى الجزيره وعلى القنوات بالوطن العربي وبرا كمان. احنا هون شلون بدي اقول لك، وقفتوا ما وقت بهالفتره شو صار؟ احنا صرنا فيك تقول حبسنا الولد بالبيت 2 سنين
ما يعني يطلع للشديد القوي، يعني ما في يطلع برا البيت. احنا الصراحه كان اساسنا يوصل الولد قصته لبرا، مو هون، انه هون اصلا ما كان عندنا الامكانيات، اصلا الامكانيات للولد ما كان فيه. طيب خبرتيني في دكاتره جامعه، في اخصائيين اجوا شافوه، مين بس ذكري لي؟ ايه دكتور هندسه معلوماتيه ودكتور جامعي. ايه دكتور جامعي، دكتور انس اورفلي. فلما شافه عمل له اختبارات برمجه، اختبارات، فالشيء اللي بيعمله ساري كان بيعطيه لطلاب سنه اولى وسنه خامسه عنده بالجامعه. فما شاء الله انه انبهر بالشيء اللي عم بيساويه، وكثير كان يعني شخص رائع وداعم يعني لساري. عملنا له يعني اختبارات ذكاء، هذا الحكي تقريبا من سنتين، يعني ما شاء الله هلا ذكائه كثير متطور وكثير متقدم عن قبل. اول شيء انه تشخصت حالته بمتلازمه الموهوب او العبقريه، فهي كانت حاله نادره لانه هو متعدد ذكاءات ومواهب، مو بخصوص موهبه واحده، يعني قدرات من رب العالمين، يعني البشر ما دخلهم فيها، يعني هي الله سبحانه وتعالى زرع هذا الشيء بعقله للولد. هو حالته نفس حالة أينشتاين، نيوتن، إيلون ماسك، يعني هدول يعني لما أعطيك الشخصيات المصابين بهالحالة. بس ثاني متعدد ذكاءات، مو مثلا رسم، رياضيات، لا هو جامع كل هذا الشيء، كل العلوم، وما بيحب التعلم شو بسموه التعليم التقليدي، يعني 1 زائد 1 بيساوي 2. بحب يعني عنده افق هيك، ياخذها على شكل معادلات. كل شيء يعني بيكون تماما. بتشوف شيء انت، يعني بشوف شيء انت ما بتشوفه، بسمع شيء انت ما بتسمعه، بفكر بشيء، يعني تفكيره مو مثل تفكيرنا. عنده عالم خاص اسمه عالم العبقريه تبع ساري. فمن اول ما يفيق لوقت ما ينام دائما دماغه شغال باي شيء يخص علوم. هلا هي السنه بالذات فايت بعالم اللغات، يعني ما شاء الله تعمق باللغات لدرجه كل لغه ياخذها من اول ما نشأت اللغه لوقت ما تطورت هلا لوين وصلت، يعني من جذور اللغة كيف بلشت بهذا البلد، يعني وصلت انه بيعرف اذا قبيلة فيها، يعني بالكرة الارضية فيها 20,000 شخص، هاي القبيلة شو بتحكي، من وين اجت لغتها، من وين اشتقت لغتها. وصل لهلا ما شاء الله صار يخترع نظام رموز هجين. هذا الشيء يعني علماء بيخترعوه، مو اطفال عمرهم 8 سنين و7 سنين نهائيا، يعني عم يخترع لغه مصطنعه، وهذا الشيء بده علماء، علوم لغه خاصه فيه، علوم لغويات وعلوم لسانيات اسمه. قلت لي اخترع لغه خاصه فيه. هلا هي بلش بأحرف ابجديه، نظام لغه كامل مستقل، يعني فينه يتحول لنظام لغه مستقل، يعني بلش برموز باعداد. شو اسمها هي اللغه؟ ساري شو اسم اللغه اللي انت الفتها؟ سبيلات. هي جديده ما بعرفها. طب اللي قبلها هي اللي كتبت لي اياها. تمام. يعني هلا ليك شايف في لغه ثانيه، يعني هلا بدي ادقق وراها، هي هلا جديده قدامك والله ما بعرفها لحاله. يعني هذا الشيء بيقرا رموز الاثار وبترجمه. تماما. وصل لمرحله كمان قبل هي المرحله، مو تعمق باللغات، صار يترجم الاثار اللي هلا ما لها ترجمه للغات ثانيه غير العربيه. فاذا تابعوا حدا كان عرف شو ترجمتها بالعربي لهي الاثار، يعني كان ياخذ من الانترنت صور لآثار، إذا مثل جوجل صور بيعرضوا صور مثلا أحجار أو شيء مكتوب عليها شيء إنه رموز، إنه هي مو مفسرينها، ما حدا عم يعرف شو تفسير. طيب كان يقدر يفسرها. فسرها. انت سمعتي تفسيره؟ انا بس انا ما بعرف، ما كنت اعرف، انا ما عم بفهم عليه لوقت ما انه بعد ما دورنا وقدرت افهم انه منه هو ما كثير، لانه بيحكي لنا، لانه فهمت انه هذا الشيء اثار. انا كنت مجمعه الفيديوهات بفلاشه، والفلاشه انأخذت منها زمن النظام البعيد، وحتى هن منعونا صار يقرب على اي شيء اسمه كيمياء واي شيء انه بخص اللغه العبريه. اليوم شو بحاجه ساري؟ هلا نحن ناشدنا كثير للأسف خلال 4 سنين وما لقينا أذان صاغية وما لقينا الدعم للطفل. بالعكس نحن تعرضت حياة ساري للخطر وتعرضنا لأمور كتير صعبة، وإن شاء الله بظل الدولة الجديدة ويوصل صوتنا لسيادة الرئيس إنه يرعى هالطفل وتتبنى قدراته. إن شاء الله هيك نأمل إن شاء الله إنه تم رعاية هالطفل تتنمى هالقدرات وتعود بالفائدة والخير على هالبلد بإذن الله. يعني هو مشروع عالم إن شاء
الله رح يكون بالمستقبل شيء كتير كبير. اي حدا بيسمعني من برا انه صار وقت يتصحح الشيء اللي صار، وانه صار ياخذ المكان اللي بيستحقه والدعم اللي بيستحقه. هو حالته مشخصه بطيف توحد، متلازمه الموهوب، متعدد الذكاءات، ذاكره بصريه وسمعيه خارقه. بعد اختبارات الذكاء وعرضناه على اطباء اخصائيين واختصاصيين بالذكاء والتفوق العقلي، فهو حالته نادره جدا. كان ذكائه بعمر ال4 سنين اختبارات ستانفورد 25 طفل مقابل ذكاء 25 طفل، يعني بهالعمر كان عم ياخذ المراحل الجامعيه. عمل اختبارات المعهد العالي للموسيقى، نجح فيها، كان عمره 4 سنين، قبول المعهد العالي للموسيقى. ساري، شو هذا الرقم؟ هذا ميغاليان وهذا بوغول كونغ وهذا ديسيميغاليان وهذا ماكسيموس مليان طيب هذا ماكريليان. هذا شو هذا الرقم؟ جوجل بونغ. مرحبا، عرفني عن خالك. مرحبا، شو اسمك؟ أنا اسمي ساري عزام، وقد ايه عمرك؟ عمري 8 سنين. شو عملت طيب؟ شو اخترعت؟ تحكي لي. عملت لغة صح؟ شو هي اللغة؟ هلا ايه، شو اسمها؟ تبيلي وقبلها؟ أوسيجيان. أوسجيان؟ شو كم حرف بتحتوي؟ 30. 30؟ قل لي اياهم، اقرا لي اياهم. Un, pas, sans, dans, et, fin, quand, ran, i, ja, quand, quand, la, ma, na, ga, o, pa, ga, sa, ta, wa, ya, za, e, o, wa. يا سلام، تعرف شي معادلات بالرياضيات؟ ايه. شو هن؟ شو المعادلات؟ زيتا؟ طيب شو بدك تقول لهم للعالم؟ شو بتوجه لهم رسالة؟ أنا بحبكم كتير، وشو بتحب أكثر شي؟ بحبكم بيلوت، شو كمان؟ بحب اللغات. هي أحلى، الرياضيات ولا اللغات؟ تنتين. بتحب التنتين؟ ايه. مين علمك تقرا وتكتب؟ لحالي. لحالك. يا سلام عليك. طيب أعطيهم بوسة للجمهور اللي عم يشوفك. يا سلام عليك. أنا بحبك. وانا بحبك كمان. يا سلام عليك يا ساري. متابعين همسات وطن، لنتعمق اكثر بحاله ساري انا طلبت اني اقابل المهندس الاستاذ انس اورفلي يلي اشرف وتعمق بحاله ساري، فاليوم رح يخبرنا اكثر كيف كانت هالاختبار وشو اكتشف بساري، فتابعوا معنا التفاصيل. مهندس انس اورفلي، عضو هيئه فنيه، قائم بالاعمال بكليه الهندسه الميكانيكيه والكهربائيه، قسم هندسه الحواسيب والاتمته، مدرس البرمجه والذكاء الصناعي والابصار الحاسوبي لطلاب السنه الرابعه والخامسه، حواسيب واتمته. بالاضافه للموضوع هذا مدرس معظم الاختصاصات بالجامعه، ماده البرمجه نظري وعمل. ما شاء الله عليك. شو اكتشفت بساري اليوم؟ اوصف لي ساري مثل ما انت شفته. طبعا اوصف لك ساري مثل ما انا شفته بالاختصاص اللي انا بعرفه، لانه ما شاء الله عنه ساري عنده مواهب متعدده، عنده امكانيات رب العالمين عاطيها باكثر من مجال، لكن المجال اللي انا بعرفه تعرفت على هذا الموضوع من 3 سنين تقريبا، كان عمره ساري بحوالي 5 سنوات. عن طريق صديقه مشتركه مع العائله، اكتشفت عائلته لساري هن كل فتره ما شاء الله عنه بيكتشفوا عنه موهبه، فاكتشفوا انه عم يكتب شيء له علاقه بارقام العد، انظمه العد. طبعا مثل ما بيعرفوا المتابعين او ممكن يتعرفوا على هذا الموضوع، عن انظمه عد متعدده نحن بمجال العلوم الحاسب، عن نظام العد الثنائي، عن نظام العد العشري بنتعامل معه الاشخاص العاديين 1 2 3 4 5، نظام العد الثنائي طبعا وحدات واصفار، عن نظام العد الثماني، نظام العد السداسي 10. اللي صار انه عم يكتب انظمه العد ساري، اهله ما عرفانين هو شو عم يكتب، فتواصلت معي محاميه الانسه ميساء، بوجه لها تحيه بالمناسبه، انه تعال شوف ساري شو عم يكتب. دخلنا على العائله، طبعا ساري معه طيف توحد، بالتالي كان صعب كثير التعامل معه، انه تقدر تاخذ منه معلومه مباشر او شيء بشكل مباشر، كان كثير الحركه سريعه، الحركه صعب تلقط منه معلومه، لكن بنظره اولى بتكتشف كميه الموهبه اللي عطيها رب العالمين، انه هو قادر يعمل شغلات خارقه للعاده بعمره، عم بحكي على عمره انا. خلال الزياره طبعا بعد التعرف على اهله ورجوني اللابتوب اللي بيشتغل عليه، فهو عنده مجموعه ملفات كاتبها هو بانظمه العد. كيف يعني؟
نحن بنعرف انه الاطفال بعمره ممكن يعدوا من واحد، فرضا خلينا نقول من 1 ل 100 ويكتبوهم كتابه 1 2 3 4 5. هو قادر يعمل 4 ملفات يعد لقد ما بدك ارقام بانظمه العد المختلفه اللي هي مثل ما حكينا قبل شوي نظام العد الثنائي العشري، ويحول بيناتهم. شو قصدك استاذ يحول بيناتهم؟ نعم. انا اعطيته اختبار سريع، بالمناسبه موثقه بفيديو هذا الاختبار، ممكن اعطيك اياه يساعدك باثناء اعداد التقرير. اعطيته اختبار انه هو كان فاتح ملف النظام العد الثلاثي عشر اللي اسمه الهكساديسيمال، فاشرت له الرقم ده على التعليم. قلت له هذا الرقم شو يعني قديش بيساوي بالديسيمال بالعشري؟ بشكل مباشر وخلال ثواني كان عاطيني الجواب. انا ما بعرف طبعا، انا بدي امسك ورقه وقلم محول لمده 10 دقائق لحتى اعرف هذا الرقم بالهكساديسيمال شو بيساوي بالعشري. ما شاء الله. فتحت الانترنت، كتبت رقم الهكساديسيمال عن طريق طبعا في محول سريع، ضغطت على التحويل للديسيمال اعطاني رقم تماما مثل ما اعطاني اياه ساري. هون انا ذهلت بصراحه. هذا الرقم شو؟ انا ما بعرف. هذا الرقم شو؟ بالديسيمال هذا الرقم شو؟ بالديسيمال. هذا هيكس. هذا هيكس ما؟ اوكي بورجيك اياها. هذا هيكس. بالديس شو؟ بالديسيمال ديس. اوكي. قد ايه؟ 1191. 1191. 1191. هاي العملية طلابنا بالسنة الثانية وبالسنة الثالثة باختصاصاتهم المختلفة بدرسوها، وبياخذوا ورقة وقلم وآلة حاسبة ومسودة وبيشتغلوا لمدة 10 دقائق لحتى يحولوا رقم من نظام عد لنظام عد آخر، بينما ساري كان قادر خلال ثواني إنه هو يحول هذا الرقم. اليوم نحن شو فينا نستفيد من ساري؟ شو ممكن نتقدم له؟ ساري عنده مواهب بمجالات متعدده جدا. هلا انا حسب ما فهمت من اهله انه هو كمان حتى كان قادر يعمل مقطوعات موسيقيه، كان قادر. هلا حاليا ساري باخر زياره طبعا كانت من فتره قريبه، كان عم يكتب ابجديات. نعم. كان عم يكتب ابجديات، وصل لابجديات بيستخدموها القبائل الافريقيه، من شو بيسموها منتهيه يعني. شو بتوصف ساري؟ موهبه تستحق العنايه. مين فينا الناشد؟ هلا بشكل مباشر مين فينا الناشد؟ المشكله انه وزاره التربيه او وزاره التعليم العالي مو هن الناس اللي ممكن يتعاملوا مع ساري، لانه ساري هو حاله خاصه، مو هو حاله تعليميه. يعني انا بناشد وزاره الثقافه مثلا، ممكن ناشد دكاتره التاريخ لحتى يتعاملوا مع هي الابجديات اللي هو عم يكتبها، يعرفون هو شو عم يكتب. ممكن ناشد الجمعيه العلميه المعلوماتيه يرعوه خلال سنوات قليله، ممكن يكون قادر على كتابه كود برمجي لحل اكبر معضله برمجيه ممكن تواجهها. يعني وزير الاتصالات اليوم استاذ جامعه ما بيكفي، اليوم اهله ما بيكفوا، صحفي ما بيكفي، بده وزاره تتبنى لساري، بده دوله تتبنى لساري. المستوى العالي. هو مو بالمناسبه لا هو اول واحد ولا حيكون اخر واحد. هي متلازمه الطفل الموهوب هي شغله موجوده بالعالم. اليوم انا ما بدي حدا يتعامل مع ساري كحاله مرضيه، بدي حدا يتعامل معه كحاله موهبه، كحاله عبقريه، كحاله نعمه رب العالمين عاطيها لسوريا لحتى نحن نستفيد منها. هلا اهله حسب ما فهمت كمان حاولوا يحطوه بروضه، حاولوا يحطوه بمدرسه، بس ما يقدر يتجاوب مع الاستاذ والانسه بتاع اكتب الف باء. لا هو مو هيك، هو مو 3 زائد 4 يساوي 7. لا هو أنظمة عد، هو برمجة، هو رياضيات معقدة، هو أبجديات تاريخية، هو حالة نادرة يرجى الاهتمام فيها. بدون حروف الأفريقي. حروف الأفريقي هذا؟ قل لي إياهم، تعال شوف، قل لي إياهم. بدي أقراهم. اقراهم يلا. با تا تا دا ز إ أ ص ك غ ح إ ج ك خ ل م ن ن أ ب ق خ ر ص ش ت ت ص و ق ي ز ج. هون شو كاتب هون؟ ألوان بالأنسجية. ألوان؟ هدول هاي أول كلمة شو هي؟ هاي ريت. شو يعني؟ ريد. ريد. أحمر بالعربي. أحمر بالعربي. جنبها؟ هذا أورانج. باللغة الأوسجيان كمان أورانج هو البرتقالي؟ نفسها يعني. شو بدك تكتب شو بنظام الأصوات؟
شو بدك تكتب؟ شو بالإنجليزي قلت لي فونيتك شو؟ phonetic alphabet. أي ماما. اكتب لي اشوف شو بدك تكتب، شو حابب تكتب؟ حروف هنغاري. هنغاري بدك تكتب هنغاري. اكتب هنغاري نشوف. شو هدول ساري؟ هنغاري. هنغاري؟ حروف. ساري اكتب لي اسمي. اسمي مصطفى. مصطفى. يا سلام، كيف بدك تقول لهم للناس I love you؟ I love you. ايه اكتب لهم I love you. Oxygen. اوسيجين ايه. لغتك. Ingaleyu. انقل شو؟ Ingaleyu. شو يعني بالعربي؟ أنا بحبك. يا سلام عليك. يا سلام، هلا الناس كلها عم تشوفك وعم تقول لك كمان نحن بنحبك يا ساري. B C Ç D Z G E F G C H I J K L Y M Lion M N Ñ O Pa Ka Ga Sa Sha Ta Ta U V W X Y Z J. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك. هاي تبيله بغيرة. هذا صندانيس. شو يعني؟ صندانيس مو لغتي. مو لغتك. متابعينا مثل ما استمعتوا بالبداية انطلق 25 طفل بطفل واحد بذكاء 25 طفل من عمر ال4 سنوات. مثل ما استمعتوا هون او مثل ما شفتوا هلا حاليا هو عنده فكريا وضع خاص بدك تكون معه، يعني هلا هو مستلم الحروف تمام، مع انه انا طلبت منه على الواقع انه يفوت بالموضوع البرمجه وموضوع حل المعادلات، ولكن خلص ما فيك تغير له من الشيء اللي هو عم يفكر فيه حاليا. فهي الصوره حبيت انقل لكم اياها، بالاضافه المشاهد اللي راح اعرضها حاليا هي من شغل ساري، ونتمنى ان شاء الله نلقى اذان صاغيه، ونتمنى الدعم المباشر لهذا الطفل واستثمار ذكائه وقدراته الفكرية والعقلية بالمكان الصحيح، وما نكون مهملين بكل مرة نطلب فيها الدعم. وهي اليوم حبيت انقل لكم الصورة مثل ما هي متابعينا، ونقلت صورة الاهل. طبعا هي اول مقابلة تنعرض بعد سقوط النظام البائد لهذا الطفل. طبعا ناشدوا اهله مسبقا بعهد النظام كذا مرة، وانعرض على كذا مرة على الاعلام، ولكن الطفل تعرض للخطورة، تعرض لنوع من انواع التكتيم او محاولة خطف الطفل من ايد اهله على يد اسماء الاسد وحاشيته. اليوم هي اول مقابلة بعهد سوريا الجديد، نتمنى نلقى اذان صاغية ويوصل عقلية وتفكير هذا الطفل
الطفل ويكون استثماره بالمكان الصحيح. مثل ما عم نحكي 25 طفل ابتدى بطفل واحد من عمر ال4 سنوات، فتوقعوا هلا قديش حجم وقوة العقلية والفكرية بهذا الطفل حاليا. فبنتمنى نلقى أذان الصاغية، وانتم يا مشاهدينا اول حدا المفروض يدعم ويوصل صوته لهذا الطفل. كان معكم مصطفى غدير من دمشق، همسات وطن، تحياتي. ساري شو كتبت؟ شو اسمه؟ Afghanistan, Island Islands, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antarctica, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia. Non Thessalian diverse Trinity. Thessalian diverse Trinity. To Thessalian diverse Trinity.